بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض ايه؟ كفتة داوود باشا، وهنعملها بقى بطريقة أحلى من داوود باشا نفسه. معايا ربع كيلو لحمة مفرومة اهي، ومعايا هنا بصلة كبيرة مقطعاها رشتها هعملها في الكبة، ومعايا هنا نص كوباية بقسماط، معلقة بهارات كفتة، معلقة كمون، معلقة سبع بهارات، معلقة فلفل اسمر. هنمسك كده الاول هنعمل ايه. اول حاجة خالص معانا هنحط البصلة كده في الكبة ونفرمها كويس. هنفرم الكبة، هنفرم البصلة كويس جدا. هنفرمها فرم ناعم كده علشان ايه ما تبقاش خشنه معانا. هنزل عليها ايه كمان وهي بتتفرم، هحط لها ايه فص توم واحد معايا، علشان انا بحب ايه ما بحبش التوابل، ما بحبش البهارات بتاعت الكمون والثوم اللي هما التوابل دول، انا بحب احطهم ايه فريش كده. انا بضربها، عايزه انعمها خالص يا حبايبي، انا عايزه انعمها خالص بحيث ان هي ما تظهرش في اللحمه. هنا اهي، وهاجي كده انزلها على ايه، على مصفى صغيره اهي محطوطه على بوله. هصفيها كده عشان انا مش عايزه الميه بتاعتها، عشان الميه بتاعتها يا بنات بتعمل ايه، بتخلي الكفته ما تمسكش. شايفين هعصرها جامد. هنا هعصرها كده جامد، وهحط عليها ايه، هنا هعصرها خالص. شايفين الميه بتاعت البصل يا حبايبي، شايفين الميه، انا هعصرها كده خالص اهو، مش هخلي فيها اي حاجه، مش هخلي فيها ميه خالص، علشان ايه اما تتحط على اللحمه ما تفكش. اهي يا حبايبي الميه ديت اللي بتخلي الكفته بتاعتنا تفك وما تبقاش ايه ناجحه معانا اهو. شايفين الميه كلها نزلتها اهي بتاعت البصل اهي يا حبايبي، بس برضو مش هنرميها، هقول لكم هنعمل بيها ايه. وننزل كده بالبصل على الكفته، ننزل كده بالبصل على اللحمه المفرومه. وهنا معايا شبت وكزبره اهو. هنا معانا ايه، هناخد كده حاجه بسيطه خالص، معلقه شبت وكزبره، يعني ديت اختياري بس انا بحب احط لها شبت وكزبره هنا اهو. وهنيجي ايه هنحط عليها بقى ايه، هنحطها تاني في الكبه، علشان انا عايزاها تكون ناعمه خالص ومتجانسه مع بعضيها. شايفين حاجه كده، انزل اللحمه والبصل والخضار اهو كده كله عشان ابقى ضامنه ان هي ايه داخله في بعضها كلها. وبعدين انا عايزه اللحمه بتاعتي تبقى ايه، تبقى ليها يعني ايه خيوط كده نزل. هنزل بقى، هنزل عليها بالتوابل بتاعتي تاني. ديت نص معلقه بقسماط بديل البرغل، لان انا ما عنديش برغل، هي ديت البديل، دي بتمتص اي سوائل وتخليها تعرفي ايه تتحكمي فيها. وديت المعلقه توابل الكفته وكمون وسبع بهارات وفلفل اسمر. انا هنا مش عايزاها ايه حاره، انا عايزاها ايه كده بارده اهو يا حبايبي.
هنرجع تاني نضربها بالكبة عشان تبقى ايه، اعرف تبقى ايه داخله في بعضها كده، واعرف ايه اشكلها معايا. يا حبيبي هنا انا عايزاها تبقى ايه تخش في بعضها خالص. هنا يا حبايبي شايفين بقت داخله معايا، شايفين بقت عامله ازاي. انا عايزه دي انا عايزاها تبقى متماسكه كده، شايفين. هنا يا حبايبي انا هحط لها ايه كمان، عندك حته دهنه من بتاعه اللحمه العاديه عادي، حته ليا عادي. انا عندي هنا حته دهنه كده، هحط لها ايه حته علشان اللحمه حمراء، عشان الكفته بتحب ايه ان هي تبقى ايه يعني سمينه شويه. انا بعين الدهنه كده، عندك ضاني عندك دهنه عاديه عادي مش هتفرق، بس علشان ما تبقاش ايه ناشفه. الكفته احنا بنحب ان هي ايه تبقى طريه كده. اقولكوش على ريحتها والله يا بنات عامله ايه، ريحتها جميله بصراحه. هنا يا حبايبي شايفين بقت عامله ازاي. هتبقى سايحه شويه، هسيبها في التلاجة شويه. دي هنا سيحتها شويه، هسيبها في التلاجة عشان لما اجي اشكلها ما تتعبنيش. اهو يا حبايبي هتظبطي الملح بتاعها والتوابل بتاعتها. هي بالنسبه ليا دلوقتي ده كل التوابل بتاعتها والملح بتاعها كله اتحط. بتظبطي انت الملح بتاعها والحاجه بتاعتها يا حبيبتي قبل ايه ما تشكليها، علشان ما تبقاش تحط لها ملح بعد كده تبقى حادقه منك. اهو كده. انا هنا هصبحه قدام منكم يا حبايبي، وهاجي اعمل ايه هنا. ادي البصل اهو هبل ايدي منه، والبصل انا حطيت عليه ايه، حطيت عليه معلقه فلفل اسمر بس
مش محتاجه ان انا احدقه اكتر من كده، لان هي يا دوب الكفته فيها التوابل بتاعتها، فانا مش عايزه ازودها، مش عايزه اعلي الملح بتاعها. اهو كده يا حبايبي، هوريها كده اهي، كوريات كده وهسيبها اهو يا حبايب قلبي. شايفين ماسكه نفسها ازاي؟ الكبه دخلت الحاجات كلها في بعضها، يعني لما ضربتها في الكبه اللحمه بقت ايه مع التوابل مع البصله، بقت كلها متجانسه مع بعضيها. يا حبايبي عايزه تعمليها صوابع، عايزه تكوريها كده، بس انا بحب ايه بتاع داوود باشا دي، بحب اعملها كوريات كده زي داوود باشا ما كان عاملها. يا حبيب قلبي ببل ايدي ميه البصل، بتديلها نكهه تانية خالص، بتديلها طعم وريحه حلوه في التسويه. انا عاملاها معاكم واحده واحده قدام عينكم اهو يا حبايب قلبي، ما فصلتش علشان ايه تشوفوا كل حاجه معموله ازاي يا بنات. اهو يا حبايبي شايفين، هسيبها بقى شويه كده، يعني تشد شويه، ما تبقاش طريه وسايحه كده من مكان ايدي والتصبيح، وبعدين ايه هنشوف هنعملها ازاي معاكم واحده واحده يا حبايبي. انا هنا حطيت ايه حله كده على النار، واحط فيها ماده دهنيه، تحط فيها ماده دهنيه اللي انت عايزاها، عايزه تحط زيت، عايزه تحط دهنه، عايزه تحط ايه سمنه، براحتك، اي ماده دهنيه انت حباها. انا هنا حطيت معلقتين زيت، وهشوف ايه عشان احمر فيهم الكفته. هنا هنزل اهي بالكفته بتاعتي اهي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهي جميله. هنا ما تخافيش يا حبيبتي، مش هتفك منك، هي متماسكه خالص بسم الله ما شاء الله، مش هتفك. هنديها تشويحه كده على النار. والله ما اقول لكم يا بنات ريحتها ايه عند الحات يا جماعه. شايفين هنقلبها كده على اليمه التانية على السريع كده، انا عايزاها بس ايه تتشوح كده من اليمتين اهو يا حبايبي. الجانب التاني كده
مفيش، مش هتفك لا هنا يا حبايبي انا ايه عملت، حمرت حبتين بطاطس، قطعتهم طرنشات كده وحمرتهم وحطيتهم تحت الكفته. وهنا الطماطم بتتعمل بتتسبك، وبعدين ايه اهي تتسبكي كده نشفت شويه. هنا هنظبط التوابل بتاعه الطماطم عشان تبقى مع الكفته ايه مظبوطه كده. هنيجي كده اهي، هننزل كده على اهي حبايب قلبي اهي. وهنا انا مولعه الفرن عشان تخش ايه على النار سخنه على طول، تخش الفرن وهو سخن. اهي وانا بغطي كده كده وادخله الفرن. انا الفرن شغال هنا يا حبايبي. الغدا بتاعنا خلص، وادي سلقت الكفته طلعناها من الفرن اهي. شايفين الجمال بتاعها، شايفينها عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ وعملنا جنب منها شويه رز ابيض. شايفين الكفتايه ماسكه نفسيها، مفيش بعد كده. كده يا حبايبي بنكون وصلنا النهارده لنهايه الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا كان صينيه الكفته بالبطاطس، صينيه كفته بابا غنوج، كفته داوود باشا على الطريقه ايه المصريه بتاعتنا عاملينها. شايفينها متماسكه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. والله تنافس داوود باشا، يعني احلى من بتاعه داوود باشا كمان. بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا كان بسيط. ربع كيلو لحمه عملت يا حبيبتي منه، ربع كيلو لحمه مفرومه عملت منه كيلو كفته داوود باشا، يكفي الغدا وزياده. وحطينا عليه المكون السحري اللي هو ايه، اللي من البيت، اللي يزود الكميه بتاعته وضعفها، وهي ايه البقسماط بتاعتنا اللي انا عاملاها في البيت. وبرضه هنزل لكم طريقه عمايلها علشان كل حاجه يا حبيبتي تكون موجوده عندك كده. اشوفكم على خير ان شاء الله.